السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض فطير جميل جدا جدا بطريقة توريق جديدة خالص، يعني بإذن الله يعجبكم. لو مش بتعرفي تعملي فطير بإذن الله هتكوني أستاذة فيه. شايفين قد ايه مورق وجميل جدا؟ بسم الله ما شاء الله، تحفة جدا. ان شاء الله بإذن الله انا واثقة ومتأكدة ان الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا. لو اول مرة تشوفوا قناتي انزلوا بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وادوسولي لايك للفيديو. يلا بينا نشوف عملنا الفطير الجميل ده ازاي. طبعا اول حاجة انا هشتغل في العجينة. جبت حبة مية حوالي كوباية كده علشان ادوب فيها السكر والملح. نزلت بمعلقة كبيرة من السكر ونص معلقة كبيرة من الملح، ادوبهم كده كويس لحد ما يدوبوا معايا تماما. بعد كده هنزل بنص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات وابتدي اعجن كده كويس. طبعا عشان تاخدي نتيجة مميزة وممتازة كده في الفطير لازم يتعجن كويس جدا جدا. احنا النهاردة هنعمل حيلة هنريحك خالص خالص من العجين، يعني هنعجن زي دقيقتين تلاتة كده، مش 10 دقايق ولا حاجة، دقيقتين تلاتة بس كده، بحيلة بسيطة جدا جدا هتخليكي ترتاحي من العجن. استبري معايا وشوفي ايه هي الحيلة دي. طبعا احنا عملناها قبل كده في الفطير اللي عملناه قبل كده، عملنا قبل كده فطير بطريقة فردناه كده على دقيق وكان نتيجته ممتازة جدا جدا جدا. لو ما شفتوش ارجعوا بسرعة للقناة وشوفوه، للفيديو بتاع الفطير وشوفوه. زي ما انتم شايفين كده انا بضيف المية حبة بحبة لحد ما كل الدقيق يختفي معايا بالشكل ده. كده خلاص هحط على العجينة كده حبة مية واسيبها زي 5 دقايق بس مش اكتر. 5 دقايق كده حطيت علشان وشها ما يشققش. حط عليها حبة مية كده، غلفيها بالمية وغطيها. هغطيها اسيبها زي 5 دقايق بس. وده شكلها بعد 5 دقايق. شايفين العرق اتكون ازاي في قلب العجينة؟ يعني الطريقة ممتازة جدا جدا. هنسميه النهاردة فطير بدون عجن، حاجة كده تحفة. العجينة اشتغل جواها العرق وبقت جميلة جدا زي ما انتم شايفين قدامكم. هنا انا حسيت بس انها محتاجة مية فضفت لها زي معلقتين بس مية مش اكتر. هي ما ظهرتش كده في الكاميرا بس انا ضفت لها معلقتين مية وعجنت زي دقيقتين بس لميتها مش اكتر. وده شكلها. شايفين العرق مطاطيه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مش هتخن عجينه الفطير قوي، عايزه سمكها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بس كده هغلفها بالزيت. المره اللي عدت في الفطير اللي فات غلفناه بالدقيق، احنا فردنا على دقيق. اتمنى تشوفوا الفيديو ده. الفيديو ده جميل جدا جدا وكان موفر. عملنا الفطير ب20 جنيه زبده وبنص كيلو دقيق بس. هسيب بقى العجينه ترتاح زي ربع ساعه مش اكتر. بعد ربع ساعه جبت العجينه، شايفين مطاطيه وبقت جميله ازاي معايا؟ بسم الله ما شاء الله. دهنت الرخامه قدامي مسحه زيت كده بالشكل ده وابتدي افردها. انا مش عايزاها رقيقه خالص ولا حاجه، عايزاها كده سميكه شويه زي نص سنتي مش اكتر. ابتدي كده افردها على هيئه مستطيل او مربع. طريقه الفرد دي هتعجبكم جدا جدا بامر الله. هتريحكم جدا، يعني لو مش بتعرفوا تعملوا فطير باذن الله هتعرفوا تبقوا اساتذه باذن الله. بفردها كده مستطيل بالشكل ده. احاول على قد ما اقدر اخلي الجوانب كلها قد بعضها. بعد ما فردتها مستطيل بالشكل ده جبت حبة زبدة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. مش كتير، حوالي ب25 جنيه يعني، مش كتير. بس كده هنعمها كده كويس بالمعلقة. بعد كده هفردها بإيدي. هي سخونية إيدك هتفردها معاكي وتبقى سهلة جميلة، سهلة جدا وجميلة معاكي بالشكل ده. طبعا لازم اشبع العجينة كويس جدا بالزبدة، ادهنها ما اسيبش حتة ما ادهنهاش، كل العجينة ادهنها كويس جدا جدا بالزبدة زي ما قدام حضراتكم واضح كده. طبعا الزبدة دي هي اللي هتساعدني ان الفطير يبقى مورق معايا وجميل. بعد ما دهنتها كده وشبعتها كويس بالزبده ابتدي الفها رول بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. كانت لازقه معايا في الرخامه فحبيت اسلكها زي ما واضح قدام حضراتكم كده. احنا مش بنغلب. لفها كده رول بالشكل اللي قدام حضراتكم كده. بعد ما لفيت الفطيره كده رول اقطعها على حجم الفطيره اللي انا عايزاه. عايزه حجم الفطيره كبيره هقطعها القطعه تبقى كبيره. عايزه حجم الفطيره كده صغيره زي اللي بنشتريها من بره كده اقطعها صغيره زي ما قدام حضراتكم كده. انا قطعت حجم الفطيره كده صغيره بتبقى شكلها احلى يعني. بعد كده هجيب صاج كده ادهنه مسحه زيت واحط عليه القطع بتاعه الفطير دي معايا بالشكل قدام حضراتكم ده، واغطيه واسيبها ترتاح زي ربع ساعه كمان علشان تتفرد معايا بمنتهى السهوله.
ادهنها بس مسحه زيت كده على الوش عشان ما تلزقش في بعضها. غطيتها كده بكيس تلاجة واسيبها زي ربع ساعه. وهنا بعد ربع ساعه كانت ارتاحت وبقت جميله. دوست عليها كده بصباعي بالشكل ده، شايفين صباعي مش بيرد تاني. هجيب مسحه زيت على الرخام وابتدي افرد اول فطيره احنا عملناها. اشدها كده كويس، ولو اتقطعت معاكي مش مهم. شايفين بتتفرد معايا بمنتهى السهوله ازاي، بتمط معايا بسم الله ما شاء الله. بعد ما فردتها بالشكل ده هبتدي اطبقها. مش هحط ماده دهنيه تاني ولا حاجه، خلاص هي شبعانه زبده وخلاص كده. ابتدي اطبقها بالشكل قدام حضراتكم ده، اعملها زي فطيره. بس كده المها على بعضها واحطها في الصاج اللي كانت عليه اللي مدهون زيت، بس احطها على القفله بتاعتها يعني. هعمل معاكم كمان فطيره، اجيب مسحه زيت كده وافردها عليها. طبعا في ساعه واحده تكوني عامله مهرجان فطير. لو عندك كيلو دقيق او كيلو 2 كيلو دقيق هتكوني مخلصاهم بامر الله، مش بياخد وقت خالص. بس كده بعد ما فردتها كده ابتدي اطبقها على بعضها. مش هحط ماده دهنيه تاني ولا حاجه، اهم حاجه المها كده كويس واحطها على القفله. احنا بس كده واسيبها ترتاح زي ربع ساعه كمان. سيبها ترتاح علشان تقفل على بعضها والقفله تلم كده على بعضها. اغطيها كده بكيس التلاجة واسيبها زي ربع ساعه كمان مش اكتر. بعد ربع ساعه هنا كانت ارتاحت وبقت جميله جدا جدا. شايفين؟ نيجي بقى لاخر مرحله واننا هنفردها خلاص. جبت كده مسحه زيت واخد اول فطيره احنا كورناها وابتدي كده افردها. هي مش محتاجه نشابه ولا حاجه. انا جيت افردها بالنشابه لقيت بايدي اسهل، بايدي اسهل بكتير. بس خلاص هجيب الصينيه اللي هخبزها عليها وهديها مسحه زيت او مسحه زبده يعني براحتك تماما، واحط عليها الفطيره. هفرد 4 أو 5 فطاير على حسب عدد الصواني اللي عندي. لو عندك صاج كبير افردي الكميه كلها مره واحده وابتدي يسوي. واهم حاجه علشان الفطير ينجح معاكي انك تكوني مسخنه الفرن حلو قوي قوي. يعني سخني الفرن على اعلى درجه حراره ودخليه علشان ما ياخدش معاكي وقت ويطلع ويبقى طري وجميل جدا جدا. هنا بدات افرد بايدي زي ما قلت لكم، مش بياخد وقت خالص وبالايد اسهل بكتير. طبعا سمك الفطيره حاجه ترجع لك، بتحبها رقيقه رقيقه، بتحبها تخينه سيبيها تخينه شويه يعني براحتك تماما. ممكن كمان بعد ما تفردي الفطير قبل ما تسويه تسيبيه ساعة أو 2 براحتك تماما. لو هتتغدوا بيه كده عايزاه سخن في ميعاد الغدا، أهم حاجة بعد ما تفرديه غطي وشه عشان وشه ما ينشفش معاكي، وسويه في ميعاد الغدا براحتك. عايز يقعد ساعة أو 2 يعني براحتك تماما، مش هيجراله أي حاجة. بعد ما فردت كده الكميه اللي قدامكم دي 4 فطاير هبتدي اسوي. اهم حاجه الفرن تكون سخنه جدا زي ما قلت لكم علشان ما ياخدش وقت معايا ويستوي بسرعه، يفضل طري زي ما هو. بس الاول هحط له كده مسحه زبده على وش الفطير قبل ما ادخله الفرن. وهو جوه الفرن ما انساش اديره من وقت للتاني علشان يطلع بنفس التسويه وياخد لون موحد من جميع الجوانب. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ النتيجه جميله جدا جدا وناجح 100%. بسم الله ما شاء الله عليه. وهنا كان خرج خلاص من الفرن، التسويه مظبوطه من فوق ومن تحت، لسه طري، واضح انه مورق كده وجميل جدا جدا. ممكن تعملي كميه من الفطير ده وتخزنيه في الفريزر، ينفعك جدا جدا في الفطار او في الغدا زي ما قلنا. هنا خلاص هخبز كل الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده كل الكميه معايا بسم الله ما شاء الله. النتيجه حلوه قوي قوي، والفطير معايا مورق وجميل جدا جدا بالشكل اللي قدامكم ده. نفتح واحده نشوف شكله عامل ازاي من جوه. شايفين قد ايه الفطير مورق؟ بصراحه تحفه، مفيش احلى من كده. والطريقه بسيطه جدا جدا، يعني لو اول مره تعمليه هيكون ناجح معاكي 100% بامر الله. وهنا اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا لايك للفيديو. دمتم سالمين ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.